بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. بنبارك ومنهني للنادي الاهلي بال11 من وجهة نظري اصعب بطولة افريقية في تاريخ النادي الاهلي لعدة اسباب، من اهمها اللعب على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في وسط هذا الكم من الضغط العصبي والضغط الجماهيري على لاعيبة النادي الاهلي. طبعا الى جانب اشعال الالعاب الناريه والشماريخ والكلام ده كله، ايقاف المباراه لبضع دقائق، كل ده اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي، وخصوصا في شوط المباراه الاول. يمكن انا قلت في فيديو قبل المباراه، فيديو صباحي، ان منطقه نص ملعب النادي الاهلي كان لازما وقلت كده كان لازم من تواجد محمد مجدي قفشه، لاعب بيعرف يقف على الكوره كويس جدا، يعرف يبني هجمه، يبص يمين وشمال على اجنحه النادي الاهلي في المباراه. وبالفعل في المباراه وسط ملعب النادي الاهلي تعرض لضغط كبير جدا، وشبه ان هو ما كانش موجود في الشوط الاول. طبعا هدف الوداد المغربي جاء من الضربات الحرة والضربات الثابتة اللي كل الناس وكلنا حذرنا منها قبل المباراة، وخصوصا ان هم بيجيدوا الضربات الثابتة بشكل خطر جدا على مرمى الخصوم. وعندهم صامبو المهاجم برضو عندهم اكتر من لاعب بيلعب بضربات الراس، والكرة كده تخدع الجميع وتخدع محمد الشناوي، ويعني هدف للوداد المغربي عشان يعني يصعب المأمورية على النادي الأهلي ويكهرب الجو أكتر واشتعال المدرجات. كل دي أمور صعبت المباراة على لعيبة النادي الأهلي. كولر بسرعة وعلى غير العادة قدر ان هو يعمل تغييرات مع بداية الشوط الثاني، او بعد 10 دقائق تقريبا من الشوط الثاني، في الدقيقة تقريبا 60 أو 65 بدأ كولر يغير ويعمل تغييرات للنادي الأهلي، وخصوصا مع توقف الأجنحة ومنطقة نص الملعب عن الخطورة وعن العمليات. كولر عمل تغييرات بسرعة كبيرة جدا، كان أهمها تغيير قفشة، اللاعب اللي بيقدر يقف على الكورة، يبدأ يشوف زمايله، يبدأ يهدي شوية رتم اللعب، ويبدأ يعمل عملية تسليم وتسلم وباص للكورة اللي ما كانتش موجودة من لاعيبة النادي الأهلي نتيجة الضغط الكبير جدا اللي كان موجود على أليو ديانج وموجود على حمدي فتحي ومروان عطية. وللأسف ما قدروش إن هم يلعبوا تحت الضغط العالي جدا ده ويبنوا هجمة للنادي الأهلي. يمكن أدوارهم الدفاعية كانت رائعة وكانت مهمة جدا، لكن أدوارهم الهجومية كانت شبه معدومة تماما. مع التغييرات الرائعة لكولر قدر النادي الأهلي إن هو شكل النادي الأهلي يظهر شوية في المباراة، وخطورة النادي الأهلي، ومن كرة عرضية. سبحان الله، ربنا بيكافئ المجتهدين، ربنا بيكافئ اللي بيلعب، ربنا بيكافئ اللاعب المجتهد. علي معلول ومحمد عبد المنعم كانوا السبب الرئيسي في هدف الوداد بالقاهرة، وخصوصا علي معلول اللي كان عليه ضغوط كبيرة جدا بعد مباراة الوداد بالقاهرة، وكرة بالكربون ما بين علي معلول وما بين محمد عبد المنعم. علي معلول يلعب ضربة ركنية للنادي الأهلي، محمد عبد المنعم يطلع كده ويسبق كده محمد عبد المنعم على القايم القريب ويحط كرة في أقصى المرمى في الناحية الأخرى، لا تصد ولا ترد. كل لاعيبة الوداد وحارس مرماهم كانوا بيتفرجوا على هذه الكرة. مباراة كانت صعبة جدا للنادي الأهلي. شفنا فريق الوداد المغربي بعد إحراز الهدف ده الطبيعي في شمال إفريقيا عملية إضاعة الوقت، مش هتعرف تلعب معاهم. يعني هي فرق شمال إفريقيا بتتميز إن هي لو محتاجة هدف وأحرزت الهدف خلاص مفيش مباراة. شفنا المباراة الحقيقية امتى بقى؟ بعد إحراز للنادي الأهلي الهدف التعادل. شفنا مباراة مفتوحة، شفنا فريق الوداد على حقيقته، شفنا يعني حوالي تلت ساعة أخطر ما يكون النادي الأهلي أضاع فيها 3 هجمات و3 فرص مؤكدة. محمد شريف أضاع يعني فرصتين مؤكدتين، أحمد عبد القادر كده في أكتر من كرة، يعني مع نشط العملية ونشط الجبهات أحمد عبد القادر بعد دخوله. وكانت مباراة صعبة جدا، كنت بتلاعب الوداد المغربي وبتلاعب الجماهير المغربية وبتلاعب أيضا التحكيم اللي كان سيء جدا في المباراة الأولى، وكان أكتر ما يكون إن هو أسوأ في المباراة الثانية من مسلسل. أيضا الحكم كان بيتسبب في إضاعة الوقت. كرة هدف الوداد المغربي اللي كانت فاول على علي معلول ما كانش فيها اي حاجه، كانت كره طبيعيه جدا، لكن احتسبت فاول على علي معلول. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره البطوله ال11. طبعا توالت التهاني والتبريكات للنادي الاهلي. شفنا اتحاد جده السعودي، وشفنا ايضا استون فيلا الانجليزي، كلها تهاني كده على صفحات
والمواقع الرسمية لهذه الأندية. أيضا نادي بايرن ميونخ النادي الألماني العريق قدم تهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ومين بقى كمان قدم تهنئة؟ هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. جوارديولا بيقدم أيضا التهاني للنادي الأهلي وبيقولوا نلقاكم في المملكة العربية السعودية. طبعا كأس العالم للأندية القادم هيقام في المملكة العربية السعودية بمشاركة بطل اليابان وعديد من الفرق اللي هي أبطال القارات. هتبقى طبعا يعني مواجهة من نوع خاص كده ما بين محمد الشناوي وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي. طبعا هنشوف محمد مجدي قفشة ودي بروين في مناطق نص الملعب. هنشوف محمود كهربا وهنشوف ايضا هالاند في مواجهات كده ما بين ان شاء الله النادي الاهلي ومانشستر سيتي. هنشوف كولر وجوارديولا وبقى الساعات السويسريه والعبقره الجوارديوليه هتعمل ايه في كاس العالم للانديه. لكن لسه كاس العالم للانديه هيبقى في بدايه العام ونهايه شهر ديسمبر. لكن خلينا دلوقتي في فرحه جماهير النادي الاهلي اللي ملت مصر كلها. كانت ليله امس هي ليله حمراء بكل المقاييس، ليله كبيره جدا، فرحه على وجوه الجميع. كل الناس فرحانه بهذا الانجاز القاري للنادي الاهلي. الموضوع الثاني اللي انا كنت حابب اتكلم فيه وهو موضوع مشجع نادي الزمالك اللي جه من المانيا، والراجل قابل كده بعثه النادي الاهلي وهي رايحه الدار البيضاء في المغرب، وكان بيهتف للوداد المغربي والكلام ده كله. للاسف الشديد تصادف مقابلته مرة تانية مع النادي الأهلي ومع بعثة النادي الأهلي في المطار. وبصراحة وكل أمانة لعيبة النادي الأهلي روقت عليه بمعنى الكلمة. لعيبة النادي الأهلي زفته زفة بلدي يستحقها. وطبعا قاعد يهلل ويقول أنا عايز اسم اللاعب اللي مش عارفة مين هزقني والكلام ده كله. يعني منظر يعني مخزي لهذا المشجع اللي بيقول انه جه من المانيا عشان يشجع الوداد المغربي. ولو حابب برضو اتكلم في موضوع اخر ونقطه تانية وهي جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك فئه كبيره جدا تابع المباراه، وكان هناك تشجيع واحترام. طبعا جمهور محترمه، وجمهور نادي الزمالك كله على راس الاهلاويه. جمهور نادي الزمالك الجمهور الفاهم الواعي، هو الجمهور اللي كان بيشجع النادي الاهلي امس، هو الجمهور اللي كان واقف مع النادي الاهلي وفرحان ان النادي الاهلي فعلا اخذ البطوله ال11 اللي شرف بيها مصر وشرف بيها العالم كله. لكن انا بتحدث دلوقتي وبتكلم دلوقتي مع الفئه المغيبه، الفئه اللي مش فاهمه، الفئه اللي انا عايزها تحكم عقلها، اللي بتطلع تقول النادي الاهلي بيفوز بالحظ، النادي الاهلي بيفوز بالتحكيم، النادي الاهلي بيفوز بالمجاملات. الفئه دي طبعا ما كانوش مش فرحانين ومش مقتنعين ان النادي الاهلي هو بطل القاره، وشايفين ان النادي الاهلي لا، ده هو زي ما بقول كده بيفوز بالتحكيم والكلام ده كله والحكام والمجاملات والاتحاد المصري، الفيلم ده كله. يا جماعه انا عايزكم تحكموا عقلكم. النادي الاهلي في المباراه النهائيه باستاد القاهره تعرض لظلم تحكيمي بين وكل الناس شافته في العالم. ضربتين جزاء للنادي الاهلي واضحتين، الحكم لم يرجع فيهم الى الفار، وكرة تانية من نص الملعب كده لاعب الوداد وقف الكرة بيده وما كانش في اي لاعب وراه غير بيرسي تاو، يعني طرد صريح. قد كانت النتيجة ساعتها 2-0 للنادي الاهلي مع ضربتين الجزاء مع حالة الطرد دي. اقل واجب كانت المباراة خرجت 3-4-0 وانتهى النهائي كله من استاد القاهرة. ومباراة الوداد المغربي كانت هتكون تحصيل حاصل والنادي الاهلي كان هيبقى بسهولة جدا اخذ البطولة. شفنا ايضا التحكيم في الدار البيضاء كان عامل ازاي، جميع الكور على منطقة 18 النادي الاهلي فاولات وانذارات. النادي الاهلي تعرض في نهايه المباراه لاكثر من كوره من شد من التيشيرت بتاع لعيبه النادي الاهلي، فاولات لصالح النادي الاهلي. الحكم بمملكه سيمبا لم يكن يحتسب اي من هذه الكرات، الى جانب طبعا ايقاف الوقت العدد من الدقائق بسبب الشماريخ وبسبب ان الرؤيه مش واضحه في الملعب. كل ده كان يعني بيمهدهم لنادي الوداد المغربي المباراه بان هو يحرز المزيد من الاهداف. ولكن كده سبحان الله عداله السماء نزلت على المباراه واحرز النادي الاهلي هدف التعادل، وهو هدف
البطولة. ولسه في طبعا ناس من نادي الزمالك بيتكلم على التحكيم. طيب الناس اللي بتتكلم على التحكيم في الدوري المصري، اهو النادي الاهلي بيلعب في بطولة افريقيا عادي جدا، وايضا بيتعرض لظلم تحكيمي، وبفضل الله النادي الاهلي يظل على قمة ترتيب الأندية الإفريقية، ويظل متسيد للقارة الإفريقية، والأهم أنه متسيد بلا منازع وبلا منافس. برضو من المواضيع التانية المهمة واللي عايز أتكلم فيها، في مباراة الأمس وفي الكرنفال والاحتفالية للنادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، من رئيس بعثة النادي الأهلي هو الكابتن حسام غالي اللي موجود على المنصة الشرفية لتوزيع الميداليات والجوائز وكأس البطولة. الكابتن حسام غالي، كابتن محمود الخطيب كان متواجد بالمغرب لدعم بعثة النادي الأهلي، ولكن كان متواجد فين بقى؟ في المنصة الشرفية في المدرجات، لم ينزل إلى أرض الملعب، محبش ياخد اللقطة. هذا هو النادي الأهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي في مصر، ودي بتعلمك قيمة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. كان من السهل أن الكابتن محمود الخطيب ينزل ويكون متواجد ويرفع الكاس مع اللاعبين، وكانت هتبقى سعادة غامرة لنا وللاعبين، لكن الكابتن محمود الخطيب بيحترم النادي الأهلي وبيحترم مبادئ النادي الأهلي، وشفنا الكابتن حسام غالي هو المتواجد على المنصة الشرفية لتوزيع الجوائز. اللقطة الثانية كانت لمحمد الشناوي أثناء استلام الميداليات، ومصطفى شوبير أهدى كده ميداليته بعد ما استلمها إلى مصطفى شوبير، وعانق مصطفى شوبير دعم كبير جدا من حارس كبير، حارس إفريقيا الأول محمد الشناوي، للحارس بقى الصاعد الواعد للنادي الأهلي إن شاء الله في السنوات القادمة. دعم كبير من محمد الشناوي، ولقطة كبيرة ولقطة عظيمة من محمد الشناوي. يعني اللعيبة بقى تتعلم من محمد الشناوي حاجة زي كده. أتمنى أن موضوع الحلقة يكون عجب حضراتكم. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ومتابعة كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.